صباحكم مبارك بالصلاة على حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الساعة 9 تقريبا من شوارع اسطنبول، وخلينا نقول من أزقة اسطنبول القديمة. الناس رايحة على شغلها، حتى اسطنبول بلاكتها 34 مثل ما كنتم شايفين على اليمين. الأخ مساوي حفلة للسيارة. هاي الأزقة والشوارع القديمة فيها مدارس، فيها مستوصفات، مقاهي وإلى آخره. فبتلاقوا الناس بشكل عام ماشيين على الأقدام، رايحين على أعمالهم. لكن بحكم المطر الشوارع تماما أو شبه فاضية بسبب الأمطار. ما شاء الله تبارك الرحمن يا أخوان، من امبارح كمية المطر اللي نزلت ما شاء الله تبارك الرحمن رهيبة. وطبعا نحن بحاجة لهي المطر، لأنه كتير من السدود المية اللانة فيها، يعني لو ما نزلت هاي المطر ممكن المي مكفي لأكثر من 60 أو 70 يوم، يعني شهرين و10 أيام. فاللهم لك الحمد على هي الأمطار الغزيرة اللي نزلت. هذا اللي شايفينه قدامنا لقدام كتير، بعد شايفين هذا الخضار، هناك الخضار بعده بحر مرمرة مباشر. نعم. بشكل عام الناس هون بحكم الازدحام تطلع على شغلها الساعة 8 7:30 حتى تقدر توصل، وتبدأ بيعملها الساعة 9. يعني بتروح على شغلها قبل ساعة أو ساعة ونص، تعتمد على المسافة، حتى يقدروا يوصلوا لعملهم بالوقت الصح. طبعا في نسبة كمان بتطلع بالسبعة، يعني قبل بساعتين، إن كان عن طريق المواصلات وإن كان اللي عندهم سيارات خاصة، ما بتفرق. يعني حتى المواصلات أنا بعرف أشخاص بيركبوا يوميا 3 مواصلات حتى يوصلوا للهدف اللي بدهم إياه. وجاء ارتفاع على سعر الديزل، كان 22، عفوا كان 20 صار 21.5. ما علينا، حبيت أصبح عليكم. صباحكم مبارك بالصلاة على حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هي أجواءنا اليوم. حبيت شارككم معي في هي الجولة السريعة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. احكوا لنا أنتم من وين عم تتابعونا، من أي دولة عم تتابعونا، كيف هي الأجواء عندكم، وهل سبق زرتوا اسطنبول ولا لا. حياكم الله جميعا.